السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. الأهلي ينفي تفاوضه مع يحيى عطية الله ظهير أيسر الوداد المغربي بعد تصريحات سيف زاهر. أكرم توفيق ومعلول ومتولي والسولية ينتظمون في مران الأهلي غدا بعد تخلصهم من الإصابة. مارسيل كولر يضع برنامج تأهيلي خاص لكهربا لتجهيز اللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام ميدياما الغاني ومباريات الدوري بعد أن أوشك إيقافه محليا على الانتهاء. تحفظات في الأهلي على فكرة التعاقد مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي بعد ترشيحه من قبل وكيل اللاعب. خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي ينفي استدعاء الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات للتحقيق بعد واقعة استبعادهم من المنتخب، ويؤكد أن استبعاد أو ضم لاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب وأنه لا يتدخل في قراراته، وأن النادي الأهلي أيضا لا يسمح لأحد بالتدخل في إدارة شؤونه، وأن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عاري تماما من الصحة. نشر إمام عاشور صورة مثيرة على ستوري الانستجرام يثير غضب مسؤول المنتخب، والبعض ينقل الأمر لفيتوريا. اتحاد الكورة. فيتوريا كان يرى أن هناك تكاسل من الثلاثي المستبعد بعد مباراة جيبوتي في التدريبات، لذلك اتخذ القرار المناسب من وجهة نظره والموضوع انتهى عند ذلك، وأي نوع من عدم الالتزام لن يمر مرور الكرام مع المدرب البرتغالي، واستدعاء اللاعبين بعد ذلك قرار يعود له وهو صاحب القرار، ومن الممكن أن يغير فيتوريا رأيه لاحقا إذا وجدهم ملتزمين. لا يوجد خلاف شخصي بين الجهاز الفني والثلاثي، والعقاب بناء على الخطأ المرتكب، ومع الجدية والالتزام بالنظام فيما هو قادم سيكون لهم مكان في حال الحاجة الفنية لهم. عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم يقترح إقامة مباريات المنتخب الوطني القادمة على استاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة بسبب الحضور القليل من الجماهير والذي يظهر بشكل واضح في الأخير بسبب حجم المدرجات، ويؤكد على ضرورة إيجاد طريقة لدخول أشخاص لتقود التشجيع. حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق يؤكد أن الأحمر لا يحتاج عمر كمال عبد الواحد، وأن محمد هاني لديه إمكانيات تفوق لاعب فيوتشر ولكن ينقص الثقة فقط. حسام عاشور يصف أليو ديانج ومروان عطية بأفضل خط وسط في مصر في الوقت الحالي، ويؤكد أن الأخير هو خليفته في الملاعب. روي فيتوريا يدرس الاعتماد على محمد حمدي بمركز الظهير الأيسر أمام سيراليون، ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن بدلا من فتوح وعمر كمال. كهربا في رسالة غريبة على ستوري الانستجرام: لا أخاف أن تدور الدائرة علي، أنا مستعد تماما لتعود لي كل الأشياء التي قدمتها للآخرين. حالة سعادة تسيطر على فيتوريا المدير الفني للمنتخب بعد تعادل بوركينا فاسو وغينيا بيساو المتواجدين مع منتخبنا في المجموعة. وكيل مصطفى الزناري يطالب الزمالك بالعفو عن موكله بعد الأزمة الأخيرة وخروجه من المعسكر. الاتحاد البرازيلي يعلن إصابة فينيسيوس في العضلة الخلفية وغيابه عن المواجهة المنتظرة أمام الأرجنتين. ريال مدريد يفكر في تمديد عقد كارلو أنشيلوتي للإبقاء عليه لفترة جديدة. أهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة. طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من النجوم الكبار الذين قدموا الكثير للمنتخب وهم من الأعمدة الرئيسية، ولكن هناك حالة من الانضباط التي يجب أن تتواجد في معسكر المنتخب. حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني الأول بعت رسالة لمجلس إدارة الاتحاد: وأخطرنا أن الثلاثي في المران بعد المباراة دعوا الإصابة بعد 10 دقائق وقالوا أنهم لن يكملوا المران. وروي فيتوريا رأى أن ذلك به روح سلبية لدى اللاعبين الثلاثة وأنهم يتمردون، لذلك قام باستدعاء محمد صلاح قائد المنتخب وأخطروا بأن الثلاثي سيتم استبعادهم من المعسكر. نحن كمجلس إدارة لا نتدخل في قرارات الجهاز الفني، وروي فيتوريا هو سيد قراره ونحن نسانده في جميع القرارات. محمد بركات. غينيا بيساو وبوركينا فاسو أخطر منتخبين في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم، وخبرات منتخب مصر قادرة على حسم مباراة سيراليون لصالحنا من الخارج. البعض انتقد منتخب الشباب بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين، لكن الثلاث لعيبة من أفضل اللاعبين في مصر وتواجدهم في منتخب الشباب جاء لأن الثلاثة مكسرين الدنيا. يوسف سيد عبد الحفيظ راجل بيلعب باك يمين عالمي، بيهاجم ويدافع وبيعمل كل حاجة في الكورة، ما يبقاش متواجد
متواجد ليه. عمرو خالد بيبو نفس الكلام، اتسبب في طرد لاعب الجزائر. وهادي عامر حسين برضو واحد من اللعيبة الأقوياء، وياما شفنا أساطير في كرة القدم ولادهم لعيبة جامدة جدا. الناس قعدت تتكلم عن مصطفى شوبير سابقا، ولما اتفرجوا عليه عرفوا ان عندنا جول للمستقبل. بلاش تحكموا على ولاد اللعيبة غير لما تشوفوهم في الملعب. أمير عبد الحميد أدعم روي فيتوريا في قراره بضم محمد صبحي، لأن مشكلته كانت مع نادي الزمالك وليس المنتخب الوطني. المنتخب عائلة واحدة، وطالما المشكلة كانت مع النادي وليس المنتخب لا يوجد أي أزمة في ضمه، سواء هو أو أحمد فتوح. أتوقع فوز منتخب مصر بكل المباريات في تصفيات كأس العالم 2026، فجميع المنتخبات في المتناول. جميع لاعبي منتخب مصر خاضوا لقاء جيبوتي بمنتهى الجدية، وفيتوريا مختار لعيبة مميزة جدا في كل مركز. أعتقد استبعاد ثلاثي المنتخب من المعسكر ده ممكن يعمل لهم مشكلة في المستقبل مع فيتوريا، ويؤثر على انضمامهم في معسكر كأس الأمم الإفريقية. اعتراض الثلاثي ما كانش ذكي، ما كانش فيه مشكلة في الماتش والناس فرحانة، وكان لسه فيه ماتش كمان. عندما يخطئ الشناوي الجميع ينتقده ويحمله المسؤولية، لكن الحارس يلعب منذ 5 سنوات أولمبيات وكأس أفريقيا وكأس العالم وكأس عالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، وليس من المعقول عندما يخطئ خطأ في الموسم الجميع يهاجمه. الشناوي يسير بشكل جيد منذ 5 سنوات ويحافظ على قوته وتركيزه مع اللاعبين. محمد صلاح ليس قائد منتخب مصر بمفرده، الشناوي له دور قيادي أيضا بالمنتخب ويتحدث مع اللاعبين باستمرار. حلمي طولان وأيد قرارات فيتوريا الانضباطية ضد ثلاثي المنتخب. المدرب يتصرف مثلما يريد وفقا لصلاحياته، وهو المدير الفني المسؤول ومن حقه أن يتخذ أي قرار. والمدرب عمل بمبدأ اضرب المربوط يخاف السايب، لأن اللاعبين يلعبون باسم بلد وليس اسم نادي، ولا يجوز أن تصدر مثل هذه التصرفات من لاعبين دوليين. الأمور غير الانضباطية من اللاعبين حدثت معي كثيرا، فعندما كنت مدربا في الزمالك وأثناء سفر الفريق لخوض مباراة في أفريقيا، حارس المرمى الأساسي في آخر لحظة قبل السفر قال أنه نسي جواز سفره، وكان قصده بسبب عدم حصوله على أموال. ولاعب آخر كبير وكان يلعب في منتخب مصر جاء وقال للمدرب العام هل ممكن ألا أسافر؟ وجاء المدرب وأخبرني ومنعته من السفر، وهذه الأمور لا يوجد فيها هزار. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا بتوقعك لنتيجة مباراة مصر وسيراليون القادمة. هستنى رأيكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة.